ظل لسنوات يجول في قرى الشمال من طنجة إلى الحسيمة، باحثاً عن أرض يستقر بها هو وأسرته، فهو فقيه حامل لكتاب الله. وبعد جولات حط رحاله بقرية بمنطقة ضواحي مدينة طنجة، هناك اكتسب ثقة الناس وقرر استقبال أبناء القرية لتعليمهم أسس الشريعة وحفظ القرآن. نقطة التحول في مسار الفقيه الذي كان يبلغ 43 سنة كانت عام 2011، عندما اعتدى لأول مرة على طفلة قاصر داخل المسجد. تقول إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي الذي كان الفقيه بطلا، وهو أب لطفلين. كان يستدرجني إلى المرحاض ويقوم بأفعال دنيئة لا أستطيع توصيفها، وكان يكرر أفعاله في الصباح والمساء. وتفجرت القضية لما قررت 4 طفلات قاصرات التوجه مع أفراد عائلتهن إلى مركز الدرك الملكي، للتبليغ عن تعرضهن للاعتداء والتحرش الجنسي من طرف إمام يشتغل بنفس المنطقة. تقول إحدى الضحايا وهي تحكي معاناتها التي دامت أكثر من 8 سنوات: كان ينهال علي بالضرب في حال ما رفضت الخضوع لنزواته. كان عمري آنذاك 7 سنوات، ولم أكن أعرف خطورة الأفعال التي كان يقوم بها، فقد كنت أذهب إلى المرحاض ويتحسس خطواتي ويمسكني من فمي ويمارس علي الجنس بالعنف. وقالت طفلة أخرى: كان يضربني بإناء الماء ويعاقبني في حال ما رفضت الخضوع لنزواته الجنسية. إنه وحش لا أريد رؤيته من جديد، أريد تطبيق الإعدام في حقه، مشيرة إلى أن المعتدي كان يهددها بالذبح والعقاب الشديد. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن أنه إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض 6 قاصرات للاغتصاب، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة. وأضاف الوكيل العام للملك بطنجة في بلاغ أنه تقرر تقديم مطالب بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكاب المشتبه فيه، وهو فقيه، جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض للبكرة، طبقا للفصول 485 و 487 و 488 من القانون الجنائي. واعترف الفقيه المتهم أثناء البحث الأولي معه من طرف عناصر الضابطة القضائية بأنه فعلا ارتكب جريمة اغتصاب فتيات قاصرات يقوم بتدريسهن القرآن الكريم في المسجد المتواجد بنفس القرية، حيث كان يستغلهن أثناء حضورهن إلى المسجد، وكان يمارس عليهن أفعالا مخلة بالحياء. وكانت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بطنجة أوقفت فقيه المسجد بضواحي طنجة للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب عدد من الفتيات القاصرات اللواتي يدرسن لديه بأحد الكتاتيب القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم بنفس المنطقة، بعدما تقدمت 4 أسر من القرية بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، اتهمت من خلالها الفقيه المذكور باستغلال 4 فتيات من بناتها جنسيا، وهتك عرضهن، ما نتج عنه افتضاض البكارة، ليتم توقيفه بناء على أوامر النيابة العامة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.